واشتغلت شغلانه حلوه قوي. يلا نشوف الرحله اللي جايه هتودينا فين. وعشان ورد ما عرفتش تتعامل مع الزباين هبعتها عند ضيف امل اللي جاي. وصلت امل ابو ظبي ويا دوب تلحق الدوره مع خبير الاتيكيت العالمي. على الله نشوف لو هتستفيد. اكيد نحن اليوم ما عملنا مجهود كبير لحتى نخبي الكاميرا، لانه الشباب المدعوين للحلقه اليوم جايين على اساس شو؟ دوره اتيكيت العمل مع خبير الاتيكيت صالح المحمودي. هيدا الشيء ما بيعني انه نحن ما بنخبي كاميرات. شوفوا وين. هلو مع الوصله يعني. أمون شو محضرتي لنا اليوم؟ حضر عضلات بطني لانه رح تموتني من الضحك. يلا خلينا نشوف. تفضل. تفضلي. هيدا الباب ما بيخلص؟ ليه بلشت من هلا؟ اوكي باسل. طبخة جاهزة. صالح المحمود خبير معتمد في الاتيكيت وأصول اللياقة واللباقة. باسم ياخر سابقا، خليكم معنا لنشوف شو بيطلع. السلام عليكم. عليكم السلام. يسعد ايامكم. نحن اليوم عندنا نوع من المحاضرات بمجال محدد، كيف نتعامل مع اشخاص كلاينت موجودين امامنا باي طريقه. هالطريقه لازم يكون فيها احترام، لازم يكون فيها كنترول على الموقف، بنفس الوقت ما نكون قساة مع الكلاينت بحيث ينتصر علينا الكلاينت في الموقف. نحن اليوم رح نحاول قدر الامكان انه نكون بنوع من التوازن ما بين طرح واستقبال. ما بصير وانا قاعد قدامكم حسسكم انه ما في احترام، ما بصير حسسكم انه انا مش عامل لكم قيمه. هيدا الشيء غلط. هيدا اللي عم بيصور منعه. اللي عم يصور على التليفون بتصور انه ما من اللباقه ولا من الاتيكيت انه يصور بدرسي. تفضلي فرجينا الماده اللي صورها لو سمحت. شو اللي كنت عم تصوري قال له رح اخذ التليفون. بتعتبر تليفونك مصادر لبعد الدرس؟ بتمسح المواد كلها المصوره. قال له هيدا مش اتيكيت. هيدا منه اتيكيت. امسك حالك هلا. موضوعنا الاساسي لازم يكون في نوع من نظره مباشره واضحه ما بيني وبين هذا الشخص. لا يجب أن تكون النبرة الصوتية مرتفعة. ألو، أنا حكيت لك نكتة شيء؟ نعم. في شيء بضحك؟ في شيء بضحك ولا لا؟ أنت جاي عشان تتعلم عليه. أصول الاتيكيت، صح؟ اللي بده يتعلم أصول الاتيكيت لازم يكون صريح، صح؟ غلط. غلط، ابدا مو صح. الاتيكيت نصه كذب. في ناس عم تضحك كانه ورا. اللي عم يضحك ورا يا ريت يسكر تمه بسحاب بلا ما اجي جعلك له وشه جعلك هلا. ايه حبيبي بحكي لا ما معك انت، اعوذ بالله، وشك تسلم لي وشك. ما لا صح. حضرتك شو اسمك؟ حسام عادل. حسام. 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 حسام، يا أهلا يا حسام. حسام ممكن تسكر لي تمك لو سمحت لبقية المحاضرة؟ ولا بدنا نزعل من بعضنا؟ نعم. وأنا باعتباري بحب الاتيكيت ما بحب أزعل من حدا، لأنه إذا زعلت من حدا اذا انت حاولت تبتسم له ابتسامه بسيطه هيك بهالشكل بتكسر هالحاجز اللي بينك وبينه، ببطل في ديفانس، بصير في نوع من تواصل الحلو والظريف اللي بكل لحظه ممكن يقدم لك شيء جديد. الكلاينت هو بالنهايه شغلك. حط البزر على جنب. اذا عم تسمعني اعمل لي هيك براسك. فببساطه شديده ما بعرف واضح انا ولا شوي في غموض في غموض.
قال له انا هيدا الشيء اللي عملته كله لحتى انتم تقولوا لي هل اللي بعمله انا اتيكيت ولا مش اتيكيت. نحن اليوم بنشتغل بطريقة أحيانا لحتى نقدم المعلومة بنعمل نقيضة، نطرح العكس. فأنا عم شوف إلى أي حد وإلى أي مدى كنتوا بدكم تتجاوبوا معي. برأيكم اللي أنا عملته هلأ اتيكيت؟ لا. لا؟ مين قال لا؟ مين اللي قال لا؟ حضرتك؟ مصر؟ خليه يقوم. مصر على رأيك؟ قال له تفضل اعطينا انت درس بالاتيكيت هلا. تفضل أنت أعطينا درس بالاتيكيت. مين ممكن يتطوع بأنه يتفضل لعندي لهون؟ في حدا بيحب يجي؟ أهلا وسهلا، تفضل. الاسم الكريم؟ باسل. باسل، يا أهلا يا باسل. باسل شو بتشتغل بالحياة؟ هذا درس كلية الحقوق وكلية الصحافة. كلية الحقوق وكلية الصحافة؟ أيوه. الاثنين؟ حقوق وصحافة. ألا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. لما بتدر له ظهرك لواحد معناتها أنت ما عم تحترمه. تفضل. اعطيهم ظهرك هلا لهم شو رأيك فيي؟ شو رأيك فيي مثلا؟ بمنتهى الصراحة أرجوك، شو رأيك فيي؟ شخص زبل. شخص زبل؟ يا ريت كلنا بصوت واحد سوا نقول له كذاب. 1 2 3 كذاب. فوت واحد مأخر بتشحته بس بتعيط عليه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا، خير. متأخر شوية. متأخر شوية؟ متأخر كتير. بعتقد أنك أنت خالفت أول شرط من شروط الاتيكيت وآداب السلوك بأنك تأخرت. تفضل لو سمحت، نحن آسفين. اطلع برا، اطلع برا بلا غلاظة، اطلع برا يقطع عمرك. جاي متأخر نص ساعة وبدك تتعلم الاتيكيت. عم تضحكوا انتوا. أنا حكيت نكتة شيء؟ لا بمنتهى الصراحة بدي أعرف ليش حضرتك عم تضحك. لحظة عفوا بعد إذنك، اليوم في شيء غلط عم بيصير. ليش حضرتك عم تضحك؟ احكي لنا، ضحكنا. حابين نضحك، مش حابين نضحك نحن؟ حسام، حسام أنت شكلك مشاغب. أنا سوري. بده يتطور بشغله ما بتضحك. سكرت امه. ايوه. الاتيكيت انك تكون تتعامل مع الشخص بطريقه مهذبه. ما تطلع الاكل ولا تشرب الماء. وبالذات زي نفس ما انت قلت بدايه المحاضره لغه الجسد. انها تكون بشكل منتظم. ما تكون بالحركات البهلوانيه هذه. يعني الانسان لازم يكون شويه محترم. نظرا للشخص اللي انت قاعد تتكلم قدامك، يعني لو كان قدامك لازم تعطيه تبادل احترام يعني بينك وبين الشخص. حلو. فهذا اللي اعتقد انه حلو. You don't speak Arabic? Did you understand what I was saying for half an hour? Yeah. Yeah? Really? Oh great. المهم بدي عبس. تعبسوا يلا كلياتكم. وجوه عابسة، وجوه كالحة. حسام تفضل تفضل لعندي. شرف. انت هلا مستلم هذا المكان يا حسام. هيدا الكمبيوتر إلك، بدك تحكي لي عن مواصفاته، بدك تقنعني فيه. شو بيمتاز هالكمبيوتر هذا؟ فيه مميزات قويه، معالج قوي، معالج قوي، وفيها 4 رجلين كمان. احكي لي عن الشكل كمان. شكله حلو. سميك ولا رقيق؟ لا سميك. سميك. هي مشكلة فيه. سميك. أنا حاسك عم تغشني، حاسك غشاش. لا. وبدك تبيعني بيعة مظبطة. ممتاز. ما بتعملها؟ لا ما بعملها. ممتاز. والله هذا اللي ناقصنا، هذا اللي ناقصنا. جينا نعطيك درس بالاتيكيت، اعطيتنا انت درس بالاتيكيت، بالاخلاق كمان. وبالاخلاق كمان. كانت عبارة عن فن انك انت توري اخلاقك والبيئة اللي انت جاي منها للشخص اللي امامك يعني. ايوه. بتوافقوا الرأي يا حسام؟ 100%. بتوافقوا 100%. جواد بتوافقوا الرأي؟ 100%. انت بتوافقوا الرأي؟ بتوافقوا الرأي. مين في قال له ما حدا معي هلا. لا بقى متفقين علي انتوا. لا انتوا هيك متفقين علي بقى. في مؤامرة، انتوا متواطئين. تفضل قل لي ليش عم تضحك؟ تذكرت موقف ضحكني. شو هذا الموقف اللي ضحكك؟ موقف شخصي. موقف شخصي. طب ضحكنا معك. نقلب انه قال له انا رح احكي لك موقف شخصي. انا رح احكي لك موقف شخصي هلا يضحكك كثير ان شاء الله. حدا فيكم
عرفني ولا ما حدا فيكم عرفني؟ انا شو اسمي؟ شو اسمي؟ باسل يا اخو. أنا باسم يا أخو. والله حبايبنا أنت رجال مصري. شكرا كثير. والحقيقة ولا حدا فيكم طلع له علاقة بالاتيكيت، وأنا أول واحد فيكم ما لي علاقة بالاتيكيت. شكرا، إن شاء الله نكون عملنا لكم موقف لطيف. اتيكيت اللي هو الفن الغريب اللي اعطانا اياه، هو مش اتيكيت، عباره عن مش اتيكيت ابدا يعني. كلام المش واضح. دخلت هنا اعطيتنا شيء بس حسيت شيء ثاني. انا عرفته من اول انه طويل وشعره استاذ معي يجي هيك شعره. شبهته انا وشه مألوف. مفاجأة يعني غريبة كتير. أول شيء أنا عرفته بصراحة، بس قد ما مثل علينا ولعب علينا قلت لا منه باسم يا أخو، ما معقول يعني باسم يا أخو تصرف هيك. لقينا مهضوم جدا، أكثر من التلفزيون كمان. الله يلعن اللي ربط الكر وفلته. بدي أتشكرك على استقبالك الحلو اللي استقبلتيني إياه برا، وإن شاء الله نكون هيك كنا خفاف على قلب المشاهد. أنت كنت مبسوط؟ أنا كنت مبسوط بوجودك. بعد مشاهدة الدورة دي ننصح المشاهدين بعدم تطبيقها في الوظيفة، وإلا هبعت لكم ضيفي اللي جاي وهو يتصرف معاكم.